بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم جيتكم بوصفة ولا اروع، جيتكم باللوبيا الخضراء بالزيتون، وصفة عراسي، وصفة ما شاء الله تبارك الرحمن على طريقتي طبعا، وتجي فيها بنة العراس، تجي ما شاء الله تبارك الرحمن. انا عندي فلاكوكوت، بسم الله على بركة الله. عندي شوية هكا تاع الدجاج، ويكون ديروها باللحم تاع الخروف وتجي قتالة، بصح ما عايش غير بالدجاج وتجي ما شاء الله وتجي تبارك الرحمن. فلاكوكوت عندي ديك تبربي هكا تاع الدجاج، وشوية زيت، وهنا درت لها مغرف تاع السمن يعطيها بنة رائعة ما شاء الله. وهنا عندي حبيبه تاع البصل، غادي نقطعها هكا شرائح طويله، دوك تذوب خواتاتي كاع ما تجيش تبان، وتجي المرقه تاعنا صافيه، وتجي المرقه تاعنا ما شاء الله. وبزاف ما يديروش هاد الوصفه، حنايا هنا في الغرب وخاصه في تلمسان نديرو بزاف هاد الوصفه، ونديروها حتى في الاعراس نتاعنا خواتاتي. جربوها على طريقتي ان شاء الله تعجبكم، اللي متاكده بلي تعجبكم، تجي ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنايا عندي حبيبه تاع الطوماطيش، انا غادي نقطعها غير على زوج، نقيسها في المريقه تاعنا باش تجي المريقه تاعنا تجينا صافيه وتجينا ما شاء الله. وطلق لنا البنه امي مطو. هنا عندي غير على راس المغرف خواتاتي حتى تاع طوماط كونسيرف، وتقدروا تستغناو عليها، انا درتها غير على جال لاكولور باش تعطينا ديك لاكولور شويه هكا، تقدروا تستغناو عليها. وحبيبه تاع الطوماطيش خواتاتي خليوها كيما هاك، تجي المريقه تاعكم صافيه عراسه كيما قلت لكم. وانا عندي التوابل، عندي سكينجبير وفلفل اسود وزعفران وعويه تاع القرفه تانك ضروري في هذه الوصفه خواتاتي. خليوها تقلى خواتاتي. انا اللوبيا ني نقيتها ودرت لها شويه تاع الخل وشويه تاع الملح في الماء، ونخليوها هكا مده باش تجينا بنينه. نديروا لها الملح خواتاتي، وديروا لها الخل نحيو لها كامل هذوك اللي ما نشوفوهمش. والزيتون انا كنت عاد كي شريته خواتاتي، كي تكونوا كي تشريوه هكا واحد الساعه ولا ساعتين، درت لها مغرف كبيره تاع الفرينه، ونخليه ما نغليه ما والو. انا الزيتون يقعد محافظ على البنه نتاعه واللون نتاعه، شوفوا ما شاء الله. وانا درت هنايا مامبا ساعه، ومشات له الملوحيه هذيك التدبيره خواتاتي. وهنايا المرق بالماء سخون، نمرقوا الكفايه. هاد المريقه ما تبغيش بزاف المرقه باش تجينا هكا شابه وكلشي. وغادي نبلع لا كوكوط، نخلي الدجاج نتاعي يطيب، ما نديرش دوكا اللوبيا والزيتون خواتاتي، نخلي الدجاج يطيب ونولي معاكم. وهنايا كنت صفيت هذيك اللوبيا تاعي وصفيت الزيتون تانك، غسلته شلته مليح، وانا غادي نضيفه للمريقه ونخليهم يطيبوا. اللوبيا حنا نبغيوها قابضه روحها، ما نخليوهاش طيح خواتاتي، ما درتهاش في الاول حتى الدجاج يدخل له الطياب، ونديروا اللوبيا تاعنا والزيتون ما شاء الله يطيبوا مع بعض، وتجي مريقه ولا اروع، تجي كي العسل خواتاتي. ان شاء الله تجربوها على طريقتي، وان شاء الله هكا ديروا لي بارطاج للقناه باش القناه تطلع شويه الا بغيتوا فضلا.
وهاي دي المريقه نتاعي جات ما شاء الله، جات تبارك الرحمن، جات بنينه عسل خواتاتي. ان شاء الله تجربوها على طريقتي وتعجبكم. ومع السلامه الى وصفه اخرى باذن الرحمن.